ليه أول ما بنبتدي نعمل دايت باحس إن أنا عايز آكل وجبة دسمة، أو عايز آكل حاجة مليانة شوكليت، حاجة تخلّيني أبوّظ الدايت بأي شكل من الأشكال. الحقيقة إن مش حضرتك اللي عايز الأكل ده، اللي عايز الأكل ده الكائنات اللي عايشة في بطنك. كائنات عايشة في بطنك، أيوه، تعالَ أبسّط لك الفكرة. قصاد كل خلية بشرية موجودة في جسمنا في 10 كائنات حية عايشة معانا، يعني ملايين الكائنات الحية اللي عايشة معانا، واللي معظمها الحمد لله مفيد. زي بطل قصتنا اللي هنتكلم عنه النهارده اللي هو الميكروبيوم اللي بيكون موجود بالملايين في المعده. بس هنا الدراسات بتضرب ضربتها القاضيه وبتقول لك ان مش كل الميكروبيوم طيب. في ميكروبيوم طيب وميكروبيوم شرير. الميكروبيوم الطيب اللي هو بيحب الاكل الصحي زي الخضروات وزي الفواكه، والميكروبيوم الشرير اللي بيحب الجانك فود والاكلات الجاهزه والمقليات. والفكره كلها تغذيه او تربيه حسب طبيعه اكل حضرتك. لو انت متعود ان انت بتاكل سلطه وفواكه وخضروات هيكون معظم اللي موجود في بطنك الميكروبيوم الطيب. اما لو حضرتك متعود ان انت بتاخد جانك فود او مقليات كتير او كربوهيدرات بسيطه كتير او عيش فينو او كل البدائل اللي مش صحيه اللي احنا متعودين عليها، هيكون اللي موجود في معدتك اكتر الميكروبيوم الشرير. فلما حضرتك بتبتدي تعمل دايت مين اللي بيحس بالخطر؟ الميكروبيوم الشرير. فبيبتدي يبعت اشارات للمخ اللي هي بنسميها الجاب برين اكسس. سبحان الله، كائن صغير بكتيري قادر يبعت اشارات ويتواصل مع مخك علشان يقولك ان هو عايز الاكل ده. لان لما حضرتك بتبتدي تغير طبيعه اكلك هو بيبتدي يحس بالخطر، فعايز الاكل اللي هو متعود عليه، فبيبعت اشارات لمخك ان انا جعان الحاجه ديت علشان خاطر تبتدي تاكلها وتبتدي تغذيه. في الوقت ده هتبتدي تقول لنفسك ما جاتش من مره. اللي بيحصل ان الميكروبيوم الشرير بيبتدي يقوى تاني. انما لو قاومت ايه اللي هيحصل؟ ان حضرتك هتوصل للجنه البيولوجيه، ان معدتك هيبقى كلها ميكروبيوم طيب، لان حضرتك وقفت الاكلات اللي بتغذي الميكروبيوم الشرير، فبالتالي ما بقاش ليه وجود في معدتك. فانت كده وصلت لمرحله الجنه البيولوجيه. وده بالفعل اللي حصل للحالات اللي كانت بتتابع معانا، ان هي قالت لنا فعلا ان هي ما بقاش عندها ميول انها تاخد بيبسي، وفي حالات تانية ما بقاش عندها ميول ان هي تاخد الحاجات المسكره. لو وصلت للمرحله دي يا صديقي الهلساوي مش لازم تضغط على نفسك في ان انت تاخد حاجه مش صحيه او ان انت تعمل يوم فري. اليوم الفري اللي معظم الانظمه اصلا بتمنعه في الوقت دوت اثبت لحد ما تخلي بطنك كلها كائنات طيبه. الكلام ده طبعا مع الاخذ في الاعتبار العوامل البيولوجيه والعوامل النفسيه، وهتلاقي المصادر اللي بتتكلم عن الدراسه دي في اول كومنت.